السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان، كل الناس على راسي من فوق. اعزائي مشاهدين قناة الاسلامية المتميز للارانب والاعلاف، انا طالع النهارده دردش معاكم شوية عشان نعرف الناس عن حاجات كتير ونقط مختلفة، بس نقط من غير مشاكل يا جماعة. انا طالع اتكلم ودردش معاكم شوية. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تفك في الاشتراك، فعل زر الجرس لو انت مهتم معانا وحابب تكمل معانا في تربية الارانب. الموضوع النهارده مش هنطول عليكم كتير، ويا ريت لو عندك اي استفسار اكتبوا لنا في تعليقات القناه، يوصلك كل جديد باذن الله. وان شاء الله الرد ما بنتاخرش في الرد يا جماعه، الرد عندنا سريع ومباشر باذن الله. ان شاء الله النهارده اللي انا ناوي اتكلم معاكم فيه بالنسبه لخصوص موضوع تربيه الارانب. ازاي دلوقتي احنا هنربى ارانب او عايزين نربى ارانب؟ كل الموضوع اللي انا هكلمكم فيه النهارده موضوع هتستغرب منه شويه، بس هو دي اللي قصه حياتي اللي انا ابتديتها بيها. انا اول يا جماعه ما ربيت الارانب دي ربات ام واحده دي يا جماعه من حوالي وانا عندي 6 سنين. 6 سنين ده يا جماعه اول ما ربيت الارانب في حياتي طبعا، وعرفت اكبر واوسع من نشاطي وعملت حاجات كتير في الفترات ديت. يعني انا دلوقتي بقالي 12 13 سنه في تربيه الارانب. مش هو ده موضوعنا، ونرجع لموضوعنا تاني يا جماعة. بالنسبة لتربية الأرانب، بالنسبة للمبتدئين أو الناس اللي مربية بقالها فترة، حابب أعرفكم حاجة في جزئية الأرانب بالذات، لأن الناس كلها أنا بستغرب وبشوف حاجات وبشوف العجب، ولسه ياما هنشوف العجب يا جماعة. النقطة اللي هكلمكم فيها هي حابب تربية الأرانب وحابه يكون مشروع، لازم تكون حابب الحاجة اللي هتعملها. بمعنى يا جماعة، بمعنى ان تربية الارانب بيبقى فيها شوية شقة بالنسبة للكنس، بالنسبة للوقاية، بالنسبة للأكل. هي فيها شوية شقة يا جماعة، بس أنا عايز أعرفكم معلومة وحطها في حلقة في ودنك. لو أنت حابب تربية الأرانب، لو حاببها فعلا هتتعب ومش هيهمك من الحاجات دي. في فرق اما تكون حابب وانت كعامله مشروع وبتزهق وبتمل وبقت بتكسل عن النظافة، انت بتكسل عن موضوع الوقاية، انت بتكسل من حاجات كتير، فطبعا لازم المشروع يفشل. انما لو انت حابب وحابب تبقى حاجتك نظيفة، معلش الموضوع عمره ما يفشل، لانك انت راجل مجتهد في الموضوع بتاعك وحابب تدي للناس حاجة ترفع راسك، مش حاجة توطي راسك يا جماعة وتخليك ماشي من احراجك من الناس اللي انت عمال تديلهم حاجة مش حلوة، ودي ياخد منك حاجة مش حلوة مرة، بتلاقي محدش ياخد منك حاجة تاني وبترجع المشروع يفشل معاك. اللي انا طالع اكلمكم فيه واللي انا عايز اعرفه لكم، كلنا مسلمين ومنوحد بالله، فانت ما تقدرش تبات جعان، فانت ما تقدرش تبات حتى الجعانة. انت لو شخصية نضيفة وتحب تبقى لابس نضيف ومكانك يكون نضيف، معلش برضو تعالى على نفسك، ولازم تخلي حاجتك دي نضيفة وحاجة خارجة للناس كويسة تدعي لك عليها، مش تدعى عليك ليها. فهو ده النشاط اللي انا طالع اقوله لكم. ويا ريت لو المعلومة دي عجبتك ما تنسيش تدي لايك لاخوك، وبطلوا بخل بقى يا جماعة، وصلوا على النبي وادونا لايك، واللايك مش هيخسر الجميع في حاجة. ولو عايز تشترك معانا في القناة انزل تحت اضغط اشتراك. لو انت حابب تشوفنا وتطول معانا وتتعلم تربية الارانب جوه بيتك خارج بيتك، اطلع فوق علامة الجرس التكة تشغيل الكل، هيوصلك كل فيديو هنرفعه بإذن الله. معاكم أحمد شكري فرج من محافظة المنصورة، وإن شاء الله هنعلمكم فكرات جديدة وتعليم جديد. بس عندي ضغط اليومين دول يا جماعة، وأكيد الناس اللي مربية عارفة الضغط بتاع الشغل اليومين دول، لأن أنا مش شغال في تربية الأرانب. أنا بحب الأرانب، سواء بقى انا مكبر فيه، بس انا بحبه كشخص، شخص ليا حاجتي بحبها ان انا اهتم بيها وبقعد جنبها. زي ما انتوا شايفين ان هو لابس ومش شايف وقاعد جنب حاجتي، مخلص كل لزومي، حاجتي مكنوسه، الوقايه شغاله، الرنبي متعشيه الحمد لله، كل حاجه يا جماعه انا موفرها بفضل الله.
كل حاجة الحمد لله. الناس اللي بتاخد منا ارانب سواء سلالات سواء لحم، الحمد لله محدش قال لي حاجته وحشة. بس انا اللي طالع النهاردة اكلمكم عن الميزة ديت، والميزة ديت انا عايز اعرفها لكل الناس. ما بتحبش الموضوع ده يبقى ما تربوهوش، حبيته يبقى هتنجح فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش يا بخلة اللايك لاخوك.